بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا في الفيديو الاسبوعي كنا نوهنا على حاجات معينة حصلت وحاجات ما حصلتش. طب اللي ما حصلش في انتظار انه يحصل، ايه اللي نوهنا عليه؟ قلنا ان احنا سوقنا صاعد، وان باثار التضخم وتبعاته والوضع الحالي اللي احنا فيه فكده كده احنا هنصعد. طب قلنا هنصعد بايه؟ قلنا بقطاعات المالية غير المصرفية وقطاعات البنوك و... وايه يا ربي، والحاجات الاسكان والحديد. دي قطاعات مهمة. طب ليه قطاع الأسمدة ما بيصعدش معانا؟ عشان ما فيش غاز. دي بقى مش مشكلة الشركة ولا مشكلة صاحب الشركة، دي مشكلة اللي قالوا لنا زمان حولوا عربياتكم من بنزين لغاز. الغاز خلاص ما بقاش فيه مشكلة، هنصدر لدول الجوار. لا، احنا جبنا جون وفي الاخر الجون طلع اوفسايد ودول الجوار بقت هي اللي متحكمة في غازنا، فما بقاش فيه غاز نشغل المحطات ولا نشغل المصانع. فمش مشكلة شركات. طب انا في اسهم زي دي اعمل ايه؟ لو انت استثمار طويل طويل ده اللي هو على سنين، فكده كده الشركات دي هترجع تشتغل تاني، لان البلد مش هتتحمل ان شركات بالقوة زي دي توقف. ممكن الازمة تقعد شهر اتنين، 6 سنة اتنين، بس على المدى الابعد كده كده هتتحل. اما لو انت مضارب فحاول توقف خسارتك. طب اوقف خسارتي ازاي؟ ده انا خسران نسبة كبيرة. بيع نص الفلوس اللي معاك او نص الكمية اللي معاك، يبقى معاك سيولة تضارب بيها، والنص تسيبه في الفلوس زي ما هو. لما الشركة ترجع تصعد تاني تشتري من تحت. احنا كنا عاملين كده في اول السنة في حاجات ووقعنا فيها. لما الدنيا هبطت بعد راس الحكم، واحدة واحدة قعدنا نعمل متوسطات تاني ومضاربات تانية، نكسب منها ونرجع لأسهمنا تاني، ونكسب منها ونرجع لأسهمنا تاني. حاليا تقريبا كل أسهمنا جابت مناطق دخولها الأولانية اللي كنا مزنوقين فيها، بل بالعكس كسبنا من المضاربات من تحت مبلغ كبير، وكسبنا من المضاربات في أسهم تانية مبلغ برضه. فاللي صبر السبع شهور دول، ما أنا بتكلم عن الناس اللي معايا، اللي صبروا فيهم بطريقتي طلعنا كسبانين الحمد لله. فأنا بحاول أقول لك أنا عملت إيه. هي فلوسك في الأول والآخر وأنت حر. ناخد السوق عامة. السوق تأثر عامة بحوار الأجازات الكتير. يعني احنا بقالنا كام أسبوع على الأقل كل أسبوع في يوم أو يومين أجازة. فحوار إن احنا كنا داخلين أجازة الخميس خلى السوق من التلات يهبط، بس كالعادة برضو بيهبط قبل منطقة المقاومة، فالهبوط ده مش صح. أعتقد إن احنا اليومين الجايين عندنا صعود لهنا، ومنها هنشوف هنهبط ولا هنصعد، لأن الهبوط ده مش صح. السبعيني السبعيني زي ما قلنا طلع فوق منطقة الدعم، قعد فوقها يوم بس ما قدرش يكمل. يوم الحد هنشوف اكتر، هتشوف بوضوح هل هينزل تحتها ولا هيصبر كده. من الوارد ان هو ممكن ينزل تاني، وارد ينزل. يلا نشوف الاسئله. موبكو عربيه هندسيه نهر الخير. هابط للاسف، هابط. عربيه للصناعات الهندسيه صعبه، دي نقطة دعم فيها، هتصعد وهترتكز فوقها وهتصعد للجنيه 2 قرش ان شاء الله يعني. نهر الخير هابط لسه. نهر الخير، اعتاقة وابو قير عايز ايه؟ ماشي. اعتاقة حاليا هابط. ابو قير عايز ايه؟ تعالى نشوف تحليل الفني. من المفترض من المفترض ان هنا كان ابو قير خد دعم، كون نموذج جميل. شايف اكتمال النموذج؟ كان المفروض نوصل عند ال60 نرتكز ونصعد، بس كالعادة الأخبار ما اتجددتش، نفس الأخبار، مفيش غاز، مفيش مش عارف ايه، مفيش بتاع، وقفت عندها كمقاومة. نزلت تاني، هتنزل ل52، وأعتقد منها هنكسر وننزل تحت ال50 تاني للأسف. انا فاكر ابو قير وموبكو دي كانت البوستات بتنزل عليهم اللي هو يعني السهمين اللي عمرهم ما خذلوني في حياتي، اللي مش عارف ايه. بس مش للاسف مش مشكله شركات يعني، ولا مشكله المتداول اللي معاك اللي قالك خش السهمين دول، لا خالص.
الفكرة بس تعرف تتصرف ازاي، لو انت فيهم. يعني مثلا حد بيكلمني الكلام ده امبارح، بيقول لي عايز اشترك مع حضرتك وبتاع ومش عارف ايه، وعايز افهم عن البورصه وكده. فبكلمه فقال لي انا والله كنت واخد قرض، والقرض ده حصل مشكله في تجاره كنت داخلها، فخسرت جزء كبير من الفلوس، فعايز اخش البورصه عشان اقدر اسدد القرض. قلت له لا طبعا، يعني انا مش هدخلك عندي، ويستحسن ما تشتغلش في البورصه. فقال لي ليه؟ قلت له احنا بنتاجر وبنكسب وبنخسر، ودي فلوس قرض، يعني لو خسرتها معانا ممكن يحصل لك حاجه. انا شخصيا مش حمل المسؤوليه دي، وما بحبش اشتغل بالضغط ده بصراحه. يعني اشتغل براحتنا بفلوس مش محتاجينها. ففي الاخر شكرني الراجل ومش عارف هيعمل ايه، بس دي كانت نصيحتي ليه. فعامه انت لو بتشتغل بفلوسك اصلا وفلوس انت مش محتاجها، يعني انت بتدخر فلوس فبتحاول تستثمرها لانك مدخرها، فما تقلقش، ما تقلقش خالص، لان احنا كده كده صاعدين فعلا بدواعي التضخم وهكذا. انما الاسهم اللي بتهبط دي بتبقى هبوطات مؤقته، وهيصعدوا لانهم اسهم قويه. ابو ظبي، احنا قلنا ابو قير عنده ال 52 وعنده ما تحته. ابو ظبي الاسلامي صعود، قطاع مالي غير مصرفي هيصعد. ممكن سؤال عن السويدي، ما دخلتش الصفقة، هل قرار غلط؟ لا مش غلط. ممكن السهم يطلع عن كده ولا كده؟ سهم السويدي خلاص، لا هيطلع عن كده، مش خلاص. بالمرة ناخد تحليله الفني. السويدي على التحليل دي منطقة تجميع للصعود بعد ما الصفقة تتم. أعتقد اللي عايزين يشتروا الصفقة عايزين يشتروها على 50، يشتروا سعر السهم على 50. بعد ما تتم الشركة طبعا هيبقى دخلها استثمارات جديدة وحاجات جديدة، فهتصعد أكتر. فالسويدي صاعد. أنا فاكر السويدي ده كان ب24 ومن قريب كمان. أنا فاكر بقى إن أنا كنت داخل السويدي ده من قبل الهبوطات دي ما تحصل، في أول السنة تقريبا، على 39 من هنا حاجة زي كده، أو 36 حاجه زي كده يعني. فتناه يهبط، فضلنا نعمل متوسطات ونبيع نص الكميه ونخش تاني من تحت وبتاع، لحد ما قفلنا السعودي. كسبنا منه بتاع 4-5 مرات مضاربات، وعامة كسبنا منه مش عارف حوالي 30% حاجة زي كده. نهر الخير قلنا. الجوهرة إيجابي وصاعد. قاع، قاع اهو، كمان قاع، كمان قاع، كمان قاع، كلهم قد بعض تقريبا. صعود يعتبر كسر خط العنق، فهو صاعد عندك ل25. الناس اللي بتشترك معايا عامة، هنا كنت قايل ان انا هنزل صفقة جديدة كل اسبوع، بس فعلا السوق كان وحش، فانا مش هنزل صفقات على الفاضي يعني. كنا بنقول ايه، الناس اللي بتدخل معايا عامه بتتفاجئ ان مش كل يوم انزل صفقات. انا بحس ان ده الطبيعي، يعني انا عشان انزل صفقه لازم تبقى مضمونه ولازم تبقى كويسه بنسبه كبيره. طبعا الضامن هو الله، يعني ما فيش حاجه، ما فيش حاجه نقدر نضمنها لحد. فبحس ان ده الطبيعي. انا مش عارف يعني، انتوا لو مع ناس تانية عرفوني، هل العادي ان هم ينزلوا صفقات كتير كل يوم؟ انا ما بحبش كده بصراحه. اوتو، انا فاكر قلنا ان هو صاعد، كسر ديب فوليوم كبير بس لسه ما اعتمدهاش كدعم، فاعتقد هينزل لل 13 تاني. للنقطة دي 13 يحاول ياخد منها دعم وهيرجع يصعد تاني. اوتو زي ام تي اي اي كلهم كويسين. صباح الخير ابو قير، قلناه. لا مفيش حاليا. عربية ساعات هندسية قلناه، نهر الخير قلناه، ومبكو قلناه. الدولية للأسمدة ينطبق عليها ما ينطبق على قطاع الأسمدة، فهي هابطة لل24 هنا. الجوهرة قلناه، عربية قلناه، طاقة وقلعة. ناخد القلعة الأول. القلعة قلنا إن هي قعدت فترة تتحرك بناء على الأخبار، اللي هو إحنا هنسدد ديون القلعة، إحنا هنعمل، إحنا هنسوي، إحنا بتاع إيه. فما كناش حابين نخشها، لكن حاليا المنظر على التحليل الفني هبوط. هبوط للأسف. طاقة، طاقة من الحاجات القوية اللي حصل لها هبوط من فترة، لكنها حاليا بتعوض الهبوط. طب بتعوضه ايه؟ لان مبدئيا هتتخصخص، ثانيا الشركة كشركة قوية.
دي علامة هبوط، بس هبوط ايه؟ هبوط تصحيح. يعني هي الصعدة ده كله هتهبط تصحح، ممكن تنزل ل 11.9، يعني في حدود ال 12 جنيه، ومنها ترجع تاني 19، ومن 19 لأرقام أعلى. عامر وكونستراكشن. عامر هابط. اوراسكوم كونستراكشن اعتقد هتنزل لبداية المنطقة هنا، يعني 251، منها نشوف هتعمل ايه. في ايه تاني؟ نصر. نصر الأعمال الميدانية أعتقد من هنا في هبوط لل4-4. جي بي قلنا مصر الألمنيوم والكابلات. إيجال صعبة، شكلنا نموذج كويس، فعندك من 105 ل115، من ال115 هنشوف هتعمل ايه، بس اعتقد انها من هنا لل139 على طول، يعني احنا مش هنقف عند ال115، هنروح لل139. الكابلات انا مبسوط ان شغف الناس رجع تاني للاسئله وللبورصات. احنا قعدنا فتره الناس ما عندهاش شغف خالص. الكابلات كنا قلنا ان عندها صعود، وهي لسه مكمله صعودها ان شاء الله لل 434. ممكن قلناه القبضه الكويتيه وبلتو. ادي القبضه الكويتيه هبوط، هي بس طلعت تختبر دي، هتقلبها مقاومه، هنا هتقلبها مقاومه وتنزل لل25 تاني. بلتون قطاع مالي غير مصرفي، كون نموذج قاع أعلى، حاليا هيكسر خط العنق، فأنا شايف بلتون عند من زمان بصراحة، شايفه هنا عند 3.9 وبعدين 4.5، فبلتون أعتقده فرصة جيدة دلوقتي اللي عايز يخش. موبكو قلناه، أبو قير قلناه، سيدي كرير، زهراء، قاهرة، زيوت وصابون. سيدي كرير ينطبق عليه ما ينطبق على قطاع الأسمدة، هبوط. زهراء قطاع عقارات برضو، لكنه حاليا عند منطقة مقاومة، أعتقد هينزل منها لل6.3 الأول، ومن ال6.3 هيرجع يصعد. القاهرة، زيوت وصابون عمل صعود كويس بفكرة قاع أعلى، أعتقد هتنزل لل198 ومنها هترجع تصعد. السوق هيرتد الأسبوع الجاي ولسه شوية أعتقد بس مش هيتردد الارتدادة الكبيرة بقى، هنشوفه عند 29,000 وبعدها ممكن يهبط. اعتاء دور جيد ليه؟ وهل لو حرك أسعار البنزين يأثر بالسلب على السوق؟ اعتاء أداؤه غير جيد لأن تحليله هابط. هل أسعار البنزين هتأثر سلبي؟ لأ، هتأثر إيجابي. أسعار البنزين مبدئيا هترفع أسهم اللي ليها علاقة مباشرة بالقطاع زي طاقة وخلافه، ولما ترتفع فالشركات هترفع أسعار منتجاتها، فده هيغلي سعر السهم لأن الشركات عادة هتكسب أكتر. منصورة دواجن. هو مش سبب مفاجئ، منصورة دواجن واخدة شكل إيجابي، فصعد عادي، بعدين ل1.3، ل1.359 بالارتكاز عندها أبعد. 1.359 ده كمان يعني منطقة قوية ليه، فلما توصل لها أعتقد إن بيها أحسن. سبب صعود هي ملهاش علاقة بقى بمزاد ولا غيره، هو طالما تحليله إيجابي يصعد وقت ما يصعد، زي حديد عز كان وصل لمنطقة مقاومة، ففي من اسبوعين اعتقد او اسبوع حد كتب لي هو ليه هبط في المزاد، مش هتفرق هبط امتى، الفكره بس ان هو تحليله هابط اصلا. دكتور البورصه بشكل عام حللناه،
هي بس فكرة الأجازات اللي بتيجي آخر كل أسبوع دي، فبتخلي السوق من يوم الأربع وأواخر يوم التلات ممل. وراسكم تنمية طاقة قلناها، عبور لاند قناة توكيلات، وراسكم تنمية. وراسكم تنمية عندها 13/3 دي حاليا أقصى حاجة ليها يعني 13/3. عبور لاند وصلت لمقام منها بتهبط. لو ارتدت من هنا فهي بتكون ترند صاعد. لاحظي معايا من هنا كده هيبقى في ترند صاعد من هنا لل11/9 تاني ان شاء الله. هيبقى شكله عامل كده. وقلنا الباقي، قلنا طاقة وناقص القناة للتوكيلات. القناة للتوكيلات أعتقد من أجمل الحاجات حاليا اللي عايز يستثمر. زيها زي الحاويات معانا من فترة. الحاويات لما بعد ما وصلت ل60 كانت نزلت ل30، احنا اشتريناها من الحدود دي وهنبيعها بسعر عالي. كذلك قناة التوكيلات حاليا من 17 تشتريها وما تبيعش أقل من 38 أو 40 جنيه. دي تبقى ضربة معلم يعني. ممكن قلناها. أنا أعتقد حد كان سألني على مدينة مصر وأنا ما جبتهاش. خلاص. مصر الجديدة إسكان ديجيتايز. ممكن قلنا ناخد مصر الجديدة إسكان. ادي مصر الجديدة. هبوط لل9/2. معلش يبقى اكتب لي اختصارها او الكود بتاعها عشان اعرف اجيبها. ابو قير قلناه، الشرقية الوطنية للامن الغذائي نجيبها. الشرقية الوطنية بعد صعود كبير اعتقد عندها تصحيح للنقطة دي اللي هي 292. مش عارف هو ده بقى المناجم والمحاجر اللي انت قصده ولا حاجة تانية، بس اعتقد هو ده يعني. بعد الصعود ده اوعى تخش، ما تخشش حاجات زي دي ابدا. اعمار فوري انفست دلتا للسكر. يلا بينا. اعمار عنده صعود وصاعد ومكمل لل8، ومن ال8 فيه أهداف أبعد. فوري وانفست ينطبق عليهم الحاجتين، قطاع مالي غير مصرفي، فمن قبل ما نبص تحليلهم بنسبة كبيرة هيبقى إيجابي. هنفتح نشوف. فوري قاع، نفس القاع، كسر خط العنق، صعود. ننتظر له ارتكاز جديد يأكد لنا. أفضل الارتكاز يبقى فين؟ على 6.5 هنا، اللي هي 6.5 هتبقى 6.5 تقريبا. يرتكز عليها هنا يبقى هو مأكد الصعود. انفست قاع، كمان قاع، كسر خط العنق، صعود، ارتكاز، صعود جديد. ننتظر ارتكاز هنا بعدين يرجع يصعد تاني فوق ال24 يبقى هيكمل إيجابية.
حتى الآن بالنسبة لي الاتنين إيجابيين. دلتا للسكر، بين ال56 وال66، هي في الحتت دي. أبو قير أخباره إيه وحلو كاستثمار ولا إيه رأي حضرتك؟ قلت الموضوع. رميدة 2.5 كويس، آخره كويس، يعني تبقى بايع عند 2.5. يبقوا اكتبوا الأكواد يا جماعة، اكتبوا الأكواد لما تبقوا جايبين أسهم غريبة. مش عارف سباير قصدك بيه بايونيرز ولا لأ، بس يلا نحلله كبايونيرز. الشكل ده كويس، لو ارتكز على 310 يبقى صاعد تاني، ما ارتكزش يبقى هيهبط. مش عارف ايه ديجيتايز ده، يعني محدش كلف خاطره وكتب الكود، اكتبوا الكود. واقفين فين؟ بيلتون قلناه، وديجيتايز يعني احنا حاولنا نكتبه بس مش لاقيين الكود. نصر الأعمال قلناه، الطاقة قلناه، نهر الخير قلناه، نهر الخير قلناه، السويدي قلناه، هنجيب طلعت مصطفى. يبقى عندك العربية للأسمنت وشيني. العربية للأسمنت من المنظر كده بتحاول تكون نموذج صاعد، لو فضلت محافظة إنها فوق 9.7 فهي إيجابية لل11.6، بكسرها تبيع. شيني إيجابي لحد 10.7. طاقة قلناه، نهر الخير قلناه، طلعت والسويدي. نهر الخير قلناه ناقص نظم التعليم، فاضل قد ايه؟ قربنا نخلص. حلو. السويدي قلنا ناقص طلعت. تعالى طلعت، كسر الترند الهابط يبقى صاعد. هل صعود على طول؟ لا، الصعود بيبقى في قناة. طب الفريم الأسبوعي كسر الترند الهابط، أكد إن هو فوقه كمان تأكيد، يبقى ننتظر. أعتقد الأسبوع ده هيبقى فيه صعود قوي لطلعت إن شاء الله. نهر الخير نظم التعليم، قلنا نهر الخير فناقصنا نظم التعليم. هي كسرت الترند الهابط بس ما ارتكزتش فوق، فاحنا منتظرين 243. حافظت عليها يبقى هتصعد، ما حافظتش يبقى هتهبط، يبقى يستحسن ما تبقاش فيها. كابلات قلناه، مصر الألمنيوم قلناه، نهر الخير قلناه، العبوات الطبية. العبوات الطبية بتجمع نفسها للصعود، حتى الآن هي صاعدة وصاعدة، وأنا بأكد على المعلومة دي. بكام الاشتراك؟ 200 جنيه. احنا خلصنا أسئلة، أنا بسجل أهو. ريماس، حاضر. واحد اسمه محمد وواحد اسمه عيد. ريماس لا صاعد. طب ليه صاعد؟ دبل بوتوم، قاعين متساويين، كسر خط العنق، هتنزل تختبر خط العنق ده. اللي هو ده تختبره ومنه ان شاء الله هتصعد. لو تلاحظ ان الترند جاي بعد هبوط، فدي علامات انقلاب السعر او انقلاب الحركة يعني، ومنطقة الدعم دي قوية، فاعتقد صعود ان شاء الله. تقى قلناه، ومبكو قلناه، ربنا يبارك في، الله يخليك يا رب، ربنا يبارك في أمرنا جميعا. مدينة نصر والقاهرة دواجن والجيزة. مدينة نصر بالنسبة لي إيجابية إن شاء الله لل4,451.
القاهرة دواجن نفس الفكرة، إيجابية إن شاء الله، الأهداف بعيدة إن شاء الله. قدموا المشيئة دايما. الجيزة العامة ممكن نشوف لها هبوط لل397. الجيزة العامة دي بالملي زي عبورلاند، نفس شرح عبورلاند بالظبط. نشوف لها هبوط لل397 ومنها نشوف حافظت عليها تبقى إيجابية، محافظتش تبقى سلبية. وبس كده احنا خلصنا. زي ما بنقول دايما عندنا قناة خاصة للي حابب يشترك، بيتواصل من خلال كومنتات اليوتيوب أو من خلال قناة التليجرام. وعندنا قناة عملناها غير دي بنفس الاسم ولينكها موجود على دي برضه، ياريت تشتركوا فيها لأن هننزل عليها كل الأخبار الجديدة، كل صفقاتنا، كل حاجة تقريبا هتنزل عليها. وبس، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.